انا عاوزك تسيب اللي في ايدك دلوقتي عشان هعرفك تشكيل الاهلي وتشكيل الزمالك في نهائي السوبر المصري يا برنس. ولكن في البدايه يا برنس انا عاوز اسمع توقعاتك، انا عاوز اشوف توقعاتك بعيني في التعليقات. تخش دلوقتي يا برنس في التعليقات تقول لي توقعاتك يا برنس، انا عاوز اسمع توقعاتك. ها قول لي توقعاتك مين اللي هيكسب. طبعا احنا كلنا عارفين ان الاهلي باذن الله باذن الله الاهلي بطل السوبر المصري يا بيه والتك الاهلي بطل السوبر المصري يا بيه باذن الله. ولكن عاوز اسمع ايه او اشوف توقعاتك يا برنس في التعليقات. تمام، هنقول لك دلوقتي تشكيل الاهلي وتشكيل الزمالك السوبر المصري. والسوبر المصري المره دي غير احنا مش في كوره، الاحداث والمواويل والمواضيع خارجين بره كوره، خارجين بره كوره تماما. فاحنا نركز في الكوره بقى. نقول لك بقى يا برنس تشكيل الاهلي وتشكيل الزمالك. تمام، ولكن ما تنساش اللايك بتاعك يا برنس وتصلي على سيدنا محمد برضه عندك في التعليقات. ولو انت مش متابعنا تابعنا وربنا ما هتخسر اي حاجه. بص بقى، هنبدا بتشكيل النادي الاهلي. هتقول لي ليه يا باشا هتبدا بتشكيل الاهلي؟ اقول لك يا باشا لان الاهلي هو بطل الدوري، فنبدا بالطبيعي وانا اهلاوي طبعا يعني. بص بقى تشكيل النادي الاهلي: الشناوي في حراسه المرمى، فنفوق يا شنو، نفوق يا شنو والنبي. عندك رامي ربيعه وياسر ابراهيم، فوق يا رجاله، فوق يا رجاله. عاوز اسود قصاد اسدين قصر النيل واقفين. تمام، ناحيه اليمين اكرم توفيق، اوعى بقى باذن الله اكرم تقدم مباراه كبيره. ناحيه الشمال يحيى، يا ريت يا يحيى تفوق روح شوف علي معلول كان بيشرب ايه ولا بياكل ايه، وفوق يا اسطى فوق والنبي. تمام، دولت ايه خط الدفاع. اما خط الوسط بس يا رب كولر ما يالف يعني، حط دي يعني تحتها خط: مروان عطيه، امام عاشور مركز 8 ناحيه الشمال، كوكا مركز 8 ناحيه اليمين. تمام، دول الثلاثه بتوع ايه نص الملعب. اما الثلاثه اللي في الهجوم يا بيه: بيرسي تاو ناحيه اليمين، حسين الشحات ناحيه الشمال، واسامه ابو علي في الهجوم. فده التشكيل الطبيعي. فلو كولر عمل حاجه دي خارج ارادتي يعني. التشكيل اللي فات بتاع الماتش سيراميكا حرفيا كولر بدأ بتشكيل فاجئ بيه الناس، هو فاجئ بيه نفسه اساسا يعني. ايه طاهر في الهجوم، فالدنيا فكولر لو حط التاتش ده الطبيعي اللي يبدا بيه يعني، ده الطبيعي. تمام، اما تشكيل نادي الزمالك، بص بقى تشكيل نادي الزمالك المره دي. نادي الزمالك ما عندوش اختيارات كتير، مفيش يعني. هم اللي يلعبوا ممكن ما يلاقيش حد على الدكه. عواد وده الطبيعي اللي حجز مكانه حرفيا عواد، المسلوسي وحسام عبد المجيد الاثنين قلوب الدفاع. تمام، ناحيه اليمين عمر جابر اللي هيرجع خلاص رجع بعد الاصابه. ناحيه الشمال بنتايج اللي هيبقى واحد من مفاتيح لعب جوميز. بنتايج ده وركز عليه. اما في نص الملعب هيكون محمد شحاته خلاص هيلعب مكان دونجا، عشان زياد كمال حرفيا زياد كمال ده لعيب يعني مع احترامي ليه، بس مش هو اللي يلعب في الزمالك، مش هو يعني، مش ده لعيب زمالك يعني حرفيا لما قعدت اتفرج على التحليل والحالات بتاعته، لا حرفيا لا لعيب ما ينفعش يجي الزمالك. تمام، عندك اللي قدام هيكون ناصر ماهر وعبد الله السعيد، الاثنين تمنيتين، واحد يمين واحد شمال. وعندك في الهجوم بقى هيبقى زيزو طبيعي والجزيري طبيعي، ولكن القصه ناحيه الشمال بقى اللي هي ناحيه مين؟ ناحيه مصطفى شلبي. في كلام وانا طلعت قلت لك امبارح ان جوميز بيفكر ان هو يلاعب محمد حمدي ناحيه الشمال عشان يشتغل مع بنتايج ويشتغلوا ويعملوا جبهه الناحيه ديت. ومحمد حمدي لعيب كويس جدا على فكره وبيلعب في الحته ديت، وكان بيعملها مع انبي. تمام، ولكن في اختيار تاني ان هو يلاعب مشلاك. تمام، وفي اختيار تالت طلع اللي هو ايه؟ عمر فرج. قال لك عمر فرج اساسا في الفرقه بتاعته لو كان بيلعب فيها هو ما كانش بيلعب مهاجم صريح، ولكن ساعات كان بيلعب على الاطراف وممكن يغير الخطه جوميز ويلعب ب 4-4-2. فالموضوع فيه قصه بسبب ناحيه ايه؟ الشمال. فده تشكيل نادي الزمالك الاقرب. فهي المشكله هتبقى ناحيه مين؟ الشمال. فعندك 3 اختيارات: مشلاك، محمد حمدي، وممكن عمر فرج. دي النقطه. ده تشكيل الاهلي وده تشكيل الزمالك. وحرفيا المباراه صعبه جدا، المباراه غير اي مباراه، المباراه غير اي مباراه عشان نبقى متفقين. مباراه صعبه جدا، مباراه صعبه على الفرقتين. الاهلي عاوز ينزل يعوض خساره السوبر وعاوز يفوق ببطوله والكلام ده كله عشان اللي جاي كله. نادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك عاوزه تكسب وان هي تعدي من المشاكل ديت وتجيب البطوله عشان تفوق من الازمات. فالاتنين حرفيا ده عاوز يفوق وده عاوز يفوق وده عاوز يفوق. فماتش جامد، ماتش صعب، ويا رب ما نشوف في اي حاجه، ويا رب يكون الماتش كوره بس، كوره بس. سواء الجمهور اللي كان حاضر في المدرجات اهلاوي ولا زملكاوي، يا ريت كوره بس يا جماعه،
يعني ده اللي بتمناه من ربنا. تمام. فاديني قلت لك يا برنس التشكيل، واديني قلت لك كل حاجه يعني، وتوقعات الماتش باذن الله الاهلي هيكسب. عاوز بقى توقعاتك انت بقى، ها توقعاتك ما تنساش. يلا سلام.